السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نتعرف على التقييم الذي حصل عليه الدولي المغربي الفنان والساحر سفيان بوفال مع فريقه أونج ضد فريق ستاد بريس في الدوري الفرنسي لمباراة اليوم. سوف نتعرف على التقييم الذي حصل عليه والأداء الذي قدمه في مباراة اليوم. قبل البداية في التفاصيل والدخول في صلب الموضوع أكثر والتحدث عن سفيان بوفال، أتمنى منكم ألا تنسى الاشتراك لايك للفيديو لكل جديد، ولنبدأ في التفاصيل أكثر والدخول في صلب الموضوع. سفيان بوفال شارك أساسي في تشكيلة فريقه أونجي ومدربه، وقدم أداء جيد ورائع. على الرغم من خسارة فريقه المباراة، لكنه سجل الهدف الأول لفريقه والهدف الواحد في المباراة، وتحصل على أعلى تقييم في المباراة من ناديه أونجي بتقييم 7.8 كأفضل لاعب من نادي أونجي في المباراة. للأمانة قدم مباراة كبيرة ورائعة، أداؤه كان جيد. لكن فريق هذا الموسم فريقه يعاني في الدرجات أو في الترتيب الأخير في الدوري الفرنسي. للأمانة أتمنى أن ينتقل من هذا النادي وأن ينتقل إلى نادي أكبر يسمح له بالتألق والإبداع. على الرغم من تألقه اليوم، لكن مباراة خسارة جديدة لفريقه أونجي، وأتمنى أن يستمر في هذه الوتيرة، فهو اللاعب يقدم كل شيء في المباراة، والدليل أنه رجل المباراة من نادي أونجي. أتمنى لكم التوفيق للدوري المغربي، فلا تنسى الاشتراك، وإلى اللقاء.